بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم عن محتوى المعمار. زي ما احنا شايفين المعلم بدأ بالطرطشة. زي ما احنا عارفين في مصر في الأردن لما أقول لك ترش مسمار، أول حاجة طرطشة قبل ما تشتغل، ترش الجنب مية زي الناس تغرقوا مية. بعد ما تغرق الجنب مية، اما تيجي جايب التكنة او نص البرميل زي ما احنا شايفين، اما تحطه في 3 جرادل مية او 3 جراكن، انهي لغة بلد اللي هي فيها اللهجة، وما تيجي حاطط شكارة اسمنت وتقلبها كويس. الاول تقلب الاسمنت بالمية كويس، وبعدين تحط الاسمنت فيه وتقلب لغاية ما تبقى محببة، تبقى جامدة شوية عشان ما تبقاش طرية. زي ما احنا شايفين المعلم اما يطرطش، هذه في كذا طرطشة، في كذا بلد اما تطرطش، في اللي يطرطش بالمسطرين، في اللي ما يطرطش بالكوباية زي ما احنا شايفين المعلم. الكوباية طبعا اسرع. اهم حاجة الطرطش تبقى خشنة شوية بحيث تبقى محببة عشان المونة تمسك فيها وما تنملش، الجنب ما ينملش. نسيبكم تتفرجوا على الراجل شوية وارجع اشرح لكم. في ناس زي ما قلنا ما تطرطش بالقرانة، وناس ما تطرطش بالمسطرين، اسمها رشة مسمار في الأردن. إنما في مصر عموما احنا ما نطرطش إما بالقرانة اللي هي القصعة، أو بالمسطرين، أو بالكوباية زي ما احنا شايفين المعلم. أهم حاجة تسد، تضاري الطوب كله أو البلوك أو الطابوق زي ما اسمه في الإمارات، اسمه طابوق، تضاريه كله. والخرسانة أهم حاجة الخرسانة، تزود لها الأسمنت بحيث الجنب ما ينملش بعد كده. زي ما احنا شايفين هنعمل ايه في الرجل المعلم اللي بانه هنا، الله يصلح حاله. وشايفين الخرسانة، الراجل اللي كان بيعمل خرسانة انا مش عارف ده كان مصوبه بجريد ولا كان مصوبه بيه. الله ينور يا معلم. اديكم شايفين الراجل من تحت اودي بالكوبايه، الكوبايه اسرع طريق للطرطشه واسرع وسيله للطرطشه، ما تخليكش تاخد وقت بالنسبه للجنب. دار يا معلم المسامات اللي هي فوق في الكاميرا، اهم حاجه الخرسانه. هد ايدك، هد ايدك وانت ما تطرطش، هد ايدك، هد ايدك عشان مفيش حد يجي في عينك. ايوه كده طرط، عاش عاش، ايوه كده تسلم. زي ما احنا شايفين يا جماعه الطرطشه لازم تكون اهم حاجه اسمنت زياده، وترش الجنب ميه، تغرق ميه عشان لو في صماد ولا تراب، وبحيث المونه تمسك في الحيطان ما تخليش الحيطه تنمل بعد كده، ويبقى المحاره 100 100. اديكم شايفين، بص شايفين الطرطشه محببه كيف، زي ما احنا شايفين. المعلم اديه في 5 دقايق خلص الجنب ويروح على الجنب التاني زي ما احنا شايفين. على المعلم اهم حاجه تقلب زي ما احنا شايفين. الراجل لما يقلب اودي بالفاس او الطوريه زي ما احنا بنقول في الصعيد، معبي بالراجل بالكوزة او بكان صب او جردل، اي لهجة انت منها. زي ما احنا شايفين المعلم اهو. في ناس برضو بالنسبة للامارات كنا منطرطش بمكنة طرطشة، مش ولا كان كوبايه ولا كان مسطرين، كنا في مكنه طرطشه كده اما تطرطش بيه.
اما تبقى نفس الخلطة كده، بس ما المكنة هي ما تطلعها تخلي المونة تبقى محببة في الحيطة، نفس الوضع كده زي ما احنا شايفين اهو. زي ما بقول لكم كل بلد ولها شغلها. احنا عندنا في مصر في ناس ما تطرطش بالمسطرين، وناس ما تطرطش بالكوباية، ناس ما تطرطش بالقروانة او القاصعة زي ما نقول. بس اسهل طريقة بسرعة زي ما احنا شايفين طريقة الكوباية. اهم حاجة يكون اسمنت زيادة، وترمي عليها شوية رملة بحيث تكون محببة او جامدة شوية المونة، ما تخليهاش طرية قوي، لان لو طرية قوي يبقى ملهاش لازمة، هتلاقي الجنب بعد كده ينام. زي ما احنا شايفين المعلم احمد شايفين الطرطشة بقت ازاي منظر الحيطة. والطرطشة دي خلي بالكم لازم بعد ما تطرطشها لازم تيجي تاني يوم 3 ايام ترش في الطرطشة دي بحيث تمسك قبل المحارة. لازم تترش يومين، كل صبح كده، صبح واخر النهار. مش تيجي تعملها دلوقتي تيجي تشتغل عليها تاني يوم الصبح، لازم تسيبها يعني عشان المحارة الطرطشة تمسك في البلوك او في الطابوق. زي ما احنا عارفين ده في الامارات اللي هو البلوك، عندنا اسمه طابوق في الامارات. وفي طوبة اسمنتية، وفي طوبة بلوك، وفي طوبة اللي هي المصمط اللي هي المخرمة الحمراء. اهم حاجة انت هتعمل الطرطش الاول، وبعدين هتشوف بالنسبة لفتحات الكهرباء دي هتملاها مونة وتركب لها سلك بلاستيك فايبر جلاس. طبعا لما نقعد نملى الجنب هنوريكم بالنسبة ملي المحارة هيبقى ازاي، وطريقة التنعيم وطريقة الفرد، وطريقة ازاي تعمل بوج وتركب الزاوية الحديد بحيث ما تركبش زاوية خشب في النقاشة. الزاوية الحديد سكيبو طبعا زي ما احنا شايفين. هذا المعلم احمد جرب يخلص الجنب الثاني. عاوز بالنسبة لصناعية المحارة تقول لنا انت من انهي بلد، وطريقة الطرطشة بتاعتك زينا ولا مختلفة في التعليقات. طبعا انا راجل سافرت الخليج واشتغلت في كذا، كل بلد لها شغلها، بس طبعا ممكن يكون في شغل تاني بالنسبة لشرق اسيا غرب اسيا. ان شاء الله القناة تعجبكم، هيبقى محتوى ان شاء الله تعليمي بالنسبة للمعمار، طائفة المعمار كله، محارة، سيراميك، نقاشة، بنى، خرسانة، ان شاء الله منها نستفيد كلنا ان شاء الله، وربنا يقدرنا ان شاء الله. زي ما احنا شايفينها هذه طرطشة جنب المعلم احمد جرب يخلص الجنب الثاني. ده فيه وسام. اهم حاجه زي ما بقول لكم ان قبل ما تطرطش الجنب تغرقوا ميه، بحيث لو في اي نسبه تراب او اي صمات او اي هلوس او اي حاجه بعد جنب، عشان تنظف الحيطه الاول من التراب عشان ما يعملش عازل في المحاره. ديكم شايفين معلم احمد خلاص يعني يعتبر خلص، شبه خلص الجنب الثاني. هات عبله اللي في البتاع، خليه يجيب الكاميرا يا وسام. يلا ها عبهم له طيب عشان تعمل تكنتين زي ما انتم شايفين. بص شايفين الراجل اللي كان عامل السقف يتحاسب فيه يعني ولا تعمل يعني، اللي كان مبني الثاني مش عارف كان مبني بيه ده. ان شاء الله القناة تنال اعجابكم،
وزي ما اقول لكم تقولوا لنا في التعليقات انت من انهي بلد، وطريقة الطرطشة عندك او رش المسمار زي ما بيقولوا في بعض البلاد العربية، تقول لنا الطريقة بتاعتكم ازاي، وايه رايكم في الطريقة دي، هل تناسب الشغل عندكم. يلا اسيبكم في نهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات قادمة باذن الله. معكم المهندس عبد رجب.